ماشي. علي سعد احد سكان منطقه ابو علاته. تمام. ومنطقه بلاد دخول. طبعا وجودنا النهارده كاهالي المنطقه كلنا كتأييد اولا للكابتن اشرف امين، ربنا على اللي قاله الاعلامي احمد موسى في برنامج صدى البلد يوم 10/10، واكد يوم 11، واكد نفس الكلام يوم 15. طبعا كابتن اشرف امين بينزل انتخابات من سنه 2005 مستقل، ولا ينتمي لاي تيارات اسلاميه او دينيه او احزاب او كلنا نعرف الكلام ده، وكل اهالي الديانه تعرف الموضوع ده. طبعا فوجئنا كلنا ان الموضوع دايما بيتكلم الاعلام احمد موسى على الكابتن اشرف ويخص ويتهمه بالانتماء للجماعه الارهابيه الاخوان المسلمين. بعد طبعا ما الكابتن اشرف اخر دوره ليه كانت 2012، ودي كانت تسمى بدوره الاخوان. الدوره دي هو نجح فيها ولا؟ لا، الدوره دي طبعا ما نجحش، وكان الاخوان على الاقل كان نجح. طبعا هو ما مالوش للاخوان ولا باي صله، ولا الحزب الوطني كان دايما بيحارب الحزب الوطني، دايما بيحارب التيارات الاسلاميه اللي هي فيها افكار متطرفه اللي طبعا افسدت الحياه في مصر. زي فهو مش الكابتن اشرف امين كان تبع الشرطه اصلا؟ تبع الشرطه ازاي يعني؟ لا، هو الكابتن اشرف امين من مساهمته ومساندته للامن من بعد 25 يناير بعض الناس واكثر الناس افتكروا ان هو ينتمي للداخليه او شغال مع الشرطه. امين شرطه ضابط، امين شرطه او ضابط، وكان كل ونجح في ان هو ياكد ويسجل على شعبيته مجموعه من الشباب المخلصين اللجان الشعبيه، وبالفعل اللجان دي نجحت بعد 25 يناير في اثناء الثوره انها تحافظ على الامن. والسيد العقيد ساطع النعماني كان نائب اسم نائب مأمور الاسم في الوقت ده اللي تعرض للاصابه اللي كل مصر كلها عارفاه. الاصابه اللي اتعرض ليها سياده العقيد البطل كانت على يد الكابتن اشرف، وكان واقف معاه ساعتها وكانت الاخوان والجماعات الارهابيه بتضرب الاهالي من فوق جامعه القاهره. طب ليه احمد موسى مستقصد يعني الكابتن اشرف؟ هو ده السؤال او ايه اللي خلاه يقول حاجه زي كده؟ هو ده السؤال اللي احنا كلنا بندور عليه. هل في عايزين يعني يقضوا عليه كراجل ليه شعبيه كبيره، وده اللي احنا فرحانين بيه بعد الثوره؟ فرحنا لما ادونا ثلاث مقاعد خاصه بدايره بلاد دخول، قلنا الامل كده ان كبير فعلا في نتاج لثوره 30 وثوره 25 وبيان 3/7. كل ده احنا متابعينه، وكانت تأييدات قويه جدا. طبعا احنا ردينا بالردود القانونيه اولا عشان ده الحفظ على انا سمعت ان هو قدم بلاغ للنائب العام. طبعا ده حفاظا علينا، وده اتهام مش للكابتن اشرف امين بس، ده اتهام لدايره بلاد دخول كلها. وعايز انوه لشيء مهم قوي، ان بدايه من الحياه النيابيه اللي بدات في مصر من سنه 20 او من سنه 30، منطقه بلاد دخول لم يمسها احد من الاخوان كمرشح. اللي كان مسيطر عليها كان الحزب الحاكم والحزب الوطني. دايره بلاد دخول بالذات ما طلعش منها اخوان، حتى الدايره لما كانت العمرانيه وبلاء مع بعضهم اللي طلع الاخوان كانت من العمرانيه والكنيسه الاخ السابق جمال العاشر. طب انت مش شايف ان معلش كون احمد موسى يقول اسم مرشح في برنامج دي دعايه اكتر منها اتهامات؟ هي دعايه مع الاتهام ما تعتبرش دعايه، هو بيديني دعايه للاتهام هي لمعرفه الكابتن اشرف ونشاطاته المستمره اللي هي كانت مؤيده لثوره 25 ومؤيده ل 30 ومؤيده كل التأييدات دي، هي اللي خلت الناس ما تصدقش طبعا الكلام، خلت الناس تطلع من بيوتها وتجيلنا النهارده في يوم زي يوم صمت انتخابي قاعدين بنرتب اجراءاتنا وبنرتب اوراقنا وبنرتب مناديبنا وبنرتب شغلنا. فوجئنا ان اهالي بلاء بالكامل
يعني معناها انا شايف ان مفيش منطقه في بلاق مفيش ناس ما جاتش منها، بدايه من المشابك، بدايه من المساكن، بدايه من مدينه عامر، بدايه من بلاق، من زنين، من ابو الليل، الدايره بالكامل من 20 فوقنا الناس كلها جايه تقول احنا معاك. ماذا بعد بلاغ النائب العام؟ احنا واثقين طبعا كل الثقه. يعني هل تفتكر ان الاتجاه للقضاء هل هي يعني هيبقى في رد فعل للي عمله احمد موسى ولا؟ القضاء المصري هيقدر يجيب حقنا، واثقين ثقه تامه كامله